السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا كلنا يا رب، يعود علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير. وحشتوني 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 جدا. والنهارده بقى جايه لكم بالفرش بتاع رمضان للريسبشن عندي. هنفرش مع بعض يعني فرش رمضان النهارده، وانا بوريكم الكوشنات دي. بصوا يا بنات، الكوشنات دي خامتها قطيفة كده، وعايزة اقول لكم ان الشغل ده يعني من البراند بتاعي. انا اول مرة اقول لكم حاجة زي كده. انا يعني عندي مشروع كده بتاع تفصيل مفروشات وملايات وستاير وحاجات زي كده، بس طبعا اول مره اقول لكم حاجه زي كده. فكنت انا عاملاهم دول لرمضان، وكنت عامله كمان مفارش. بس الكوشانين اللي انتوا شايفينهم دول اللي هم شغل البانش نيدل. بانش نيدل ده شغل اختي هبه، ربنا يبارك لها يا رب في رزقها وفي شغلها تحفه تحفه. بصوا خامتهم يا بنات، هي بتشتغل بالابره هاند ميد، يعني ده شغل كله هاند ميد، مش شغل بتاع مصانع، لا ده شغل ايديها هي. هو بيشتغلوه على خامه كده اسمها دك، او على الخامه اللي هي الكتان. تمام. بصوا كده كمان الشغل ده كله ده كده شغل هاند ميد، ما هوش شغل مصانع. ده شغل اختي، وانا الشغل التاني اللي هو كنت عاملاهم الاتنين كوشن اللي فيهم دهبي دول شغلي انا وتقفيلي انا، لان انا شغلي كله بيبقى عباره عن ملايات، مفارش، ستاير، كوفرتات، الحاجات اللي هي تخص المفروشات. لكن الهاند ميد ده شغل اختي. وبرده المفرش اللي انتوا شايفينه المفرش ده برده انا اللي عاملاه يعني، وانا اللي حاطه له الجبيره اللي على الحرف دي، الشراشيب دي، بحيث ان يدي شكل كده للمفرش بتاع رمضان، ويدي كده ايه شكل الحاجات الرمضانيه يعني. تمام. بصوا كده شكله والتقفيل بتاعه. ده كده انا عاملاهم لرمضان. عملت بقى مفرش للسفره ومفرش للصالون، ومفرش كمان عملت رانر كده للجزامه. قلت يعني عشان يبقى ماتشنج كده حلو كده في الصاله، كله ذهبي والانوار ذهبي والدنيا كلها كده تبقى حلوه وهاديه. ما حبيتش اجيب كمان فروع النور تكون الوان كتير، لا انا قلت انا هجيبها كلها كده اللون اللي هو الورم ده، بحيث ان هي الدنيا تبقى هاديه. يعني كفايه ان انا عندي اصلا الصالون بيتي والسجاده بيتي، فقافلين لي الدنيا. فقلت نفتحها كده باللون الاوف وايت ده يعني. والحمد لله الحمد لله يعني ربنا وفقنا وفرشنا كده ايه الصاله. انا كنت مخلصه الصاله خالص يا جماعه، يعني مصبنه الحيطان وغسله السجاجيد وفرشه بقى طبعا فرشه السجاد تاني، ويعني بص خليت الصاله دي زي الفل. حتى النيش نزلت كل حاجه فيه ورفعتها تاني فيه وظبطتها، يعني ما فيش اي حاجه في الصاله ناقصه غير بس ان انا المع بس الجزامه ونحط المفارش. كل العفش برضو الحمد لله متلمع، حتى الخشب برضو ملمعاه وكل حاجه. بس قلت برضو ايه ادي تلميعه كده للاسطح، بحيث ان انا اعرف احط المفرش على نظافه. تمام. دي كده المكان اللي هو بتاع الجزامه فوقيه كده في مرايه كده مدوره، وفيها برضو اضاءه بتعمل اضاءات. فحطيتها كده وقلت انا ايه يعني افرشها هنا في المكان ده، وانور النور الاصفر اللي فيها برضو يدينا كده ايه روح حلوه كده للمكان، ويبقى لون هادي كده. تحسي انت وانت داخله الصاله ما احسش ان انا داخله كده مكان زحمه، او ما احسش ان انا داخله مكان كله انوار والوان في بعض. انا بحس برضو ان لما بيكون اللون هادي، انا بحب اللون الاصفر ده، وبحب ان انا اجي بالليل كده اروح منوره الاضاءه الخافته دي، او يعني الضوء الخفيف ده، بحيث ان انا اعرف اعدي من الصاله اروح الطرقه اخش الاوض، ايه تبقى الدنيا هاديه كده. بحس بنظافه جدا لما بعمل كده بجد والله، بحس ان الدنيا نظيفه كده وهاديه والدنيا رايقه. طبعا انا كنت بمنتج الفيديو، كنت مصوراه امبارح، وقلت هنزله لكم النهارده بحيث ان انتوا تقدروا تاخدوا منه افكار، وبرده تشوفوا برده يعني الزينه عندنا عامله ازاي، شكل البيت عندنا رمضان ازاي. دي كده الصاله. انا يعني لسه ما عملتش اي حاجه في الاوض، او برده صبنت الدنيا وجبت السجاد من دراي كلين وخلصت الشقه، بس لسه ما فرشتش فرش رمضان في الاوضه بتاعه الركنه، اوضه المعيشه مثلا، ولا اوضه الاولاد، ولا اي حاجه. هي بس اللي بدات بيها الصاله. ده كده منظر الجزامه دي اول حاجه بدات بيها. ان شاء الله بقى هنجيب بخور كده ونحطه في الطبق الصغنون ده، يدي كده ريحه حلوه في الصاله. طبعا السفره انا كنت ملمعه الكراسي وفرشه المفرش بتاعها اللي هو الستان ده، بحيث ان هو يبقى بطانه يعني. وقلت بقى ايه هحط بقى على طول المفرش اللي هو بتاع رمضان. بصوا يا جماعه، انا مش مبهرجه قوي ومش جايبه حاجات مكلفه جدا. كل الحاجات اللي انا جايباها سعرها في الحنين، بحيث انت تقدري برضو لو معكيش تقدري تجيبي حاجه بسيطه تفرحي بيتك وتفرحي اولادك، تدخلي البهجه والسرور عليهم، يعني تعظيم لشعائر الله يا ولاد. يعني الواحد لما بيعمل حاجه زي كده انا بحس بجد بالروحانيات. بشغل جنبي بقى وانا بحط زينه رمضان، اشغل كده جنبي اغاني رمضان عشان اولادي يفرحوا ويحسوا كده ان
ان في حاجه جديده داخله علينا وتبقى ذكريات ليهم. يعني انا لما بعمل حاجه زي كده دي بتبقى ذكريات يعني بسيبها في ذهن اولادي. يعني كل سنه يجوا يقولوا لي يلا يا ماما هنركب الزينه امتى، اقول لهم لا لازم انضف الشقه كلها واظبط الدنيا واغسل السجاد واغسل الستاير واحط لكم الزينه على نظافه. انا ما اعرفش ابدا ابدا ان انا يجي عليا رمضان ما كنش يعني مفرحه بيتي ومفرحه اولادي، اجيب فرع نور جديد، اجيب فانوس جديد، اجيب اي حاجه جديده، مفرش جديد لرمضان. انا بحس بالبهجه، بحس ان في حاجه جديده داخله علينا. مش انا كده خلاص رمضان جه رمضان راح ما حسيتش باي سعاده ولا باي تغيير ولا في حاجه جديده عليا دخلت ولا اي حاجه. لا انا بحب من طبعي كده من زمان، يعني من اول ما اتجوزت وانا كنت لسه ما عنديش اطفال كنت برضو احب اشتري مفرش جديد في رمضان، اشتري فرع نور. دي عاده وانا اتعودت عليها. دي كده كانت السفره فرشتها برضو حاجه بسيطه قوي، وانا حطيت برضو زي ما انتم شايفين كده الشراشيب على الاطراف بتاعه المفرش كله. كنت حابه اعمله رانر بس قلت لا هو القماش بزياده، فقلت خلاص يعني اعمله مفرش يكسي السفره كلها وخلاص. بس وده الفازه دي حطيتها كده في النص بسيطه برضو وهاديه. ما حبيتش بقى ان انا احط حاجات كتير وبهرجه، مع اني انا عندي والله فازات وعندي حاجات تانية ممكن احطها على السفره، بس قلت كفايه المفرش اصلا فيه حاجات كتير بتلمع ورسومات كتير مش محتاج حاجات بهرجه وحاجات كتيره. وجيت بقى عند الصالون هنا قلت هلمع الترابيزه. بالمناسبه يا جماعه الملمع اللي بلمع بيه الرخام والحاجات دي شيتات بتاعت ايكوي. الشيتات بتاعت ايكوي هي اللي بعمل بيها، مش خلطات ولا اي حاجه. عادي ممكن تعملي بجلانس واحيانا بعمل بشيتات، بس انا بالنسبه لي الشيتات في الرخام او في الخشب افضل كتير من الجلانس، لان احيانا الجلانس لما بحطه على الرخام معرفش ليه ده احساس عندي يعني بحس ان هو بيغير او مش عارفه. يعني انا جربت مره ان انا اعمل بجلانس ما عجبنيش. فدي الشتات اللي بدوبها في الميه بتاعت ايكوي. دي كانت عندي بصراحه، كنت جايبه قبل كده يعني من حوالي السنه اللي فاتت كنت جايبه كميه من الشتات، وده كان بصراحه اخر شيت فيهم حطيته بقى في الميه ورجيتها كده وقلت استخدمها في التلميعه الاخيره. حلوه قوي، بينظف وريحته حلوه وبيدي كده ايه لمعه حلوه للرخام للخشب للحاجات دي. بس ما يكونش بتلمعي موبيليا، يعني ما ينفعش تلمعي بيها الموبيليا لان الموبيليا ما بينفعش معاها ميه، يعني ما تحطيش ميه، لا لازم بلادج. لكن انا مثلا علشان السطح بتاع الجزامه بسيط قوي حاجه بسيطه فلمعته كده على السريع بيه. لكن لو انت هتلمعي موبيليا لا ما انصحكيش بيه لان هو بيتدوب في ميه، وطبعا الميه غلط على اي خشب. تمام. بس فرشت المفرش كمان هنا الرنر ده حطيته كده بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. حتى الكوشنات بتاعه المكرميه دي برضو كنت فكاها ومع فرش الصالون وكنت غسلاهم، بس قلت بقى عشان نفرش فرش رمضان خلاص هغيرهم ومش مهم بقى اشطفهم شطفه سريعه كده واشيلهم على العيد بقى نبقى نغير نشوف هنجيب حاجه جديده ولا هنفرشهم هم ايا كان يعني. بس انا بحب في رمضان يبقى عندي حتى كده ايه لمسه بسيطه، مش شرط يعني يبقى بهرجه، مش شرط ابقى جبت فانوس غالي، جبت بقى اللي هم الحاجات اللي هي الغاليه الحاجات اللي بنحط فيها الكاندي فازه غاليه يعني الحاجات اللي هي بتاعت الانوار كتيره ومبهرجه وغاليه. انا حبيت اشاركك الفيديو ده مخصوص علشان قد ايه الواحد ممكن يبسط نفسه بابسط حاجه بابسط الامور. مش شرط ان انا ابقى صارفه ومكلفه عشان افرح، مش شرط ان انا ابقى جايبه حاجات غاليه قوي عشان افرح اولادي، مش شرط خالص. والله صدقوني ان من ابسط الامور او من ابسط الحاجات انت بتحطي لمسه في بيتك تفرحك وتفرح اولادك. يعني انا عايزه اقولك ان الحاجات دي مش مكلفه خالص. انت لو يعني من مثلا وانت نازله السوق وجبتيلك مفرش ب50 جنيه مثلا والله عيالك هيطيروا من الفرحه. جبتيلك عقد نور ب50-70 جنيه مره في السنه. انت لو كل سنه هتجيبي فرع واحد بس نور هتلاقي نفسك ان انت واولادك النفسيه اختلفت تماما. عملتي روح في البيت، عملتي جو، عملتي حاجه حلوه اولادك هيفتكروها ويقول امي كانت كل رمضان لازم تجمعنا، لازم تعلق زينه رمضان، لازم تعمل بهجه في البيت، لازم يبقى في حاجه جديده. الحاجات دي بتفرق في نفسيه الاولاد والله صدقوني بتفرق جامد جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان عيالي كانوا فرحانين جدا بالشكل العام، ولما خلصت رغم ان انا احط حاجات بسيطه جدا بس انا فعلا كنت فرحانه واولادي كمان كانوا فرحانين وكنت سعيده جدا جدا باللي احنا عاملينه والحمد لله. وربنا يرضي كل امه محمد اللهم امين، يرضيكم ويكتب لكم الخير وتتهنوا وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه.
قبل كده كان في كومنت واحده كاتبالي بتقولي انا معايا مبلغ بسيط جدا، كنت نفسي احوشه، كان نفسي اجيب حاجات ونفسي احوشه يعني يبقى اكتر من كده، بس في حاجات في رمضان انا نفسي اجيبها. انا جايه ارد عليكي في الفيديو ده، اقول لك جيبي وافرحي وتهني، كده كده لما تحوشي هتحوشي عشان تجيبي حاجه نفسك فيها. طب يعني طلعي جزء من المبلغ اللي معاكي، جيبي اللي نفسك فيه دلوقتي، وبعد كده ابقي حوشي تاني وجيبي كل حاجه نفسك فيها. ما تحرموش نفسكم من اللحظات السعيده والايام الحلوه اللي احنا فيها دي يا جماعه. ده كده كان منظر الصاله معانا. يعني حبيت اخد لكم جوله كده بسيطه، يا رب الفيديو كان خفيف عليكم وعجبكم وخدتوا منه افكار بسيطه تسعدكم وتسعد ايامكم وتسعد اولادكم وتفرحكم. بصوا كده المنظر هادي كده، انا منوره النور عشان بس الاضاءه لما بطفيها بتبقى مظلمه قوي، منوره نور بسيط جدا جدا، مش منوره الاضاءه كامله. بصوا كده الشكل النهائي، المنظر هادي ومريح للاعصاب، وفي نفس الوقت مفيش بهرجه قوي. وانا عن نفسي مش بحب الالوان الكتير قوي 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 اللي هي في الصاله دي، اللي هي بتعمل اضاءات كتيره دي. كده كانت الجزامه، المرايه فوقيها الاضاءه بتاعتها الصفراء، انا مش حاطه عندها زينه ولا اي حاجه، هي بس الاضاءه بتاعت المرايه. وبقيه الصاله حاطه زي ما انتم شفتوا كده العقد النور اللي هو على الشجر، منزلاه كده على الشجرتين كده. انا طفيت النور، بصوا الاضاءه لما طفيتها. والستاره بتاعه النور، على فكره عايزه اقول لكم ان ستاره النور دي حلت المنظر جدا جدا وخليته شكله حلو قوي، وخلت الصاله هاديه كده ورايقه تحبي تقعدي فيها في الاضاءه. الاضاءه كده بسيطه. وعلى فكره الانوار اللي بتنور وتطفي دي كان ممكن اثبتها، يعني انا ثبتت الستاره، الاضاءه بتاعه الستاره والاضاءه برضو بتاعت اللي انا حطاها على الكنبه وعلى الشجر دي ممكن اثبتها. وادي الكوشانات يا جماعه لما فرشتها شكلها شيك قوي وحلوه وهاديه، والدنيا سيمبل كده، مش شرط يبقى عندي زحمه، مش شرط يبقى انا اكدس البيت بالزحمه بالانوار بالخياميه بالحاجات الكتيره اللي هي هقعد اعلقها على الحيطان لا لا لا، ممكن تعملي حاجات بسيطه قوي تفرحك وتفرح بيتك وتفرح اولادك وتدخلي السرور على قلبهم وتدخلي السرور كده ببيتك وتفرحي اسرتك الصغيره، وتبقى حاجه نظيفه كده والدنيا تبقى هاديه. ده كده يا جماعه منظر الشقه ومنظر الصاله بعد ما فرشتها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. بالله عليكم لو الفيديو عجبك او كان خفيف عليكي اتمنى انك تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، عشان لما بتحطي اللايك الفيديو بيعلى وبالناس كتير قوي بتشوفه وبتاخد افكار. اتمنى من كل قلبي من كل قلبي ان لو عجبك الفيديو او عجبك اي حاجه او عندك اي سؤال انك تكتبي لي في الكومنتات. بفرح بكومنتاتكم جدا جدا، ببقى سعيده قوي بكل كلمه بتكتبوها لي، وببقى سعيده جدا جدا لما بتقولي لي ان عجبك حاجه عندي او الاسعار عندي كانت حلوه. انا عايزه اقول لكم ان الاسعار كانت بسيطه جدا، ستاره النور دي كانت ب 200 جنيه وفرع النور ده كان من عندي، وطبعا الفرش اللي انا عملته ده انا اللي مخيطاه وانا اللي يعني جايبه القماش كده على بعضه، وطبعا الكوشانين اللي هم البانش نيدل دول شغل اختي هي اللي كانت عاملاهم، حبت تفرح اولادي وبعتتهم لي. ربنا يبارك في عمرها وفي عمركم، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، دمتم في امان الله وحفظه، مع السلامه.